انت مش محتاج فلوس، انت محتاج تزيط يا دود. دي انفيتيشن لحفله شتراوس الجنزبيل. شتراوس الجنزبيل. ايه يا سيدي، بيقول لك احنا بنعمل كيكي. طب خلاص. زيادة البنزين والسولار. ليه؟ السولار ده معناه اي اقتراب منه معناه زيادة في الاسعار. يا مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. كلنا ما كناش بناكل لحمه كل يوم. اللحوم الحمراء ترفع كوليسترول الضغط. احنا عندنا كوليسترول عالي. تاكلش كده تنفخ بقى قدامك وتقعد تندم تقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده. ثبت ده بالعلم يعني مش هنموت لو ما كلناش لحمه. ده كلام لا جدال فيه، ده كلام علمي. لما كنا بدري نتكلم يقول لك شفتوا بيقولوا عشان ما لا يا سيدي انا بقول لك من بدري. مهم جدا ان حضراتكم تعرفوا ان هذا الامر مستمر حتى نهاية عام 25. احنا دورنا نعمل لك توعية وبعد كده هتعرف انها صح. يعني هنفضل في هذا الامر الزيادات التدريجية سواء حدثت ام لم تحدث مرة او مرتين، لان ده واقع احنا بنعيشه، احنا مش سببه صحيح. فانت من هنا ل 25 هيفضل هذا الامر يحدث لغايه اما السعر اللي حضرتك بتاخد بيه يكون زي السعر اللي مصر بتشتري بيه. بشرى سارة للمصريين. تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس الامريكي، يعني بنك دولي، درس بيانات وحكات ومحتكات وحبشتكنات. لا هيجاملنا ولا هيقول لنا كلام معسول، وتوقع في الاخر الاقتصاد المصري هيبقى المركز السابع، اقتصاد رقم 7 في العالم. امتى بقى نشوفها وان شاء الله؟ 2075 2075 2060 يعني هكون مت وشبعت موت. يحييكم ويحيينا ربنا. وايه بقى، لا هيتفوق على المانيا والبرازيل واليابان حاجات كده. ازاي انا ما اعرفش؟ طول ما المصريين، انت فاكر حد يقدر يغلب المصريين؟ ما انتوا ازاي كده؟ احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا. جديدة دي. انا ما ببنيش، انا بتكلم صح. يعني امبارح انا كنت بكلمكم بقول لكم احنا دولة فقيرة. يعني ايه دولة فقيرة؟ يعني مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها، دولة فقيرة مواردها شحيحة. المصريين يستحقوا حياة أفضل من كده، يستحقوا إنهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بأمن ويعيشوا بحرية. انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ أنا مش هاكل. يا اخوانا في طفرة كبيرة حصلت في الإعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 أيام. في سكر في السوق، عندنا ازمه السكر دلوقتي. نعم ماشي. النهارده ممكن تلاقيه، بكره ممكن ما تلاقيهوش. الانجليز الى يومين هذا بيشربوا الشاي من غير سكر. السكر موجود ولا مش موجود؟ الاسعار ضربت كل البيوت. يا عمي ارحمونا شويه. ما نلاقيش السكر احسن ما نلاقيش البلد. يا ولية مش عاوزة هزاق. النهارده في سكر موجود ولا مش موجود؟ نائب ياسر عمر والله كنت يعني وانا بهزر كده، ما لقيت كل حاجة زيادة 10 5 8 15 20. انا لو نزلت عند البقال هلاقي سكر دلوقتي؟ لا ب 50 و60 ومش موجود. ليه ما فيش سكر؟ انا ماليش دعوه. بس اصبروا عليا بس شويه. انا استحملتك بما فيه الكفايه. اصبروا عليا كمان شويه كده. انت ابن شرال. ده حتى لو انت رايح الاوبرا كفايه يا جماعه زيادات الفتره ديت. انا ديوس. دور السينما مثلا، ادوات الغوص كفايه ارجوكم. لو انت عامل احتفاليه كفايه ضغط على المواطن الفتره ديت. عايز اعمل حفلات في العاصمه ولا هم ولا حاسس باي حاجه، ما عندوش دم. يا بتوع الاقتصاد قولوا لي افكار اعمل فلوس اعمل فلوس من اي حته. أنا جبت لك حتة دين فكرة. ازرع لهم البانجو عليا يا سيسي. ازرع لهم البانجو والله العظيم يا ابني وربنا هيكيفوا اخر. بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد، لا لا ده بننصب على حد بنيجي على نفسنا. اطلعوا لنا يا جماعة بأفكار وشاركونا الأفكار. قولوا لنا كيف السبيل، بلان ايه وبلان سي وبلان دي. البلد دي كبيرة جدا وغنية جدا بمثقفيها ومفكريها. نسمع المعارضه، تقعد مع المعارضه وتتكلم مع المعارضه. نسمع المعارض قبل المؤيد، ما المؤيد انت عارفه. اي مواطن مصري عنده اي نوع من اي افكار. الناس اللي عماله تكتب على تويتر طول النهار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لهم الحق الكامل في ان هم يقولوا ارائهم بمنتهى الوضوح. يقولوا لنا والله
ازاي نعبر هذه الازمه. بصرف النظر هي عاجبه يوسف مش عاجبه يوسف، احنا بنفتح لكم الباب، مش بنفتح الباب، احنا بنترجاكم تطلعوا شاركوا، احنا بنبوس ايديكم وتطلعوا شاركوا. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. ناس شبعت من الجوع. خلاصة الوضع في مصر، اطلع على الناس قول اي كلام في اي كلام، مش قضية بقى، اي كلام في اي كلام. الناس في مصر مظلومة، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس، وشربت من العطش. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها، ان انا المواطن بتاعي اقدر اوفر له ده. مرة تانية البرفانات هي المشكلة، كأن البرفانات اللي نصيب بالفرد منها في 100 مليون مواطن $4 مثلا هي اللي عملت مشكلة في الناتج القومي. انسى بقى المشاكل عن المشروعات الفاشلة، المشاكل عن ظلم العباد، سجن العباد، تهجير العباد، ملاحقة العباد، كل ده بره الموضوع. في ناس بتشتم مش تنتقد، بيشتموا هيفضلوا يشتموا. هو ده النظام، تكسير عظام. بس دوري لازم اوعيك واقول لك الصح، مش هكذب عليك عشان دي امانه. المشاريع الفاشلة اللي ما انتجتش اي خير للبلد لازم ابقى قايلها لك من بدري، شايفينها من بدري، مش من النهارده ولا امبارح ولا شهر، كل يوم بنقولها وبنكررها. بيع البلد، السكوت على ضياع هيبة البلد في المنطقة بالكامل ومكانتها وأمنها القومي، كل ده مش مشكلة. القصة بتاعتنا الآن في ورق الفويل وفي البرفانات، وهي دي القاعدة الآن في مصر. الحقوا ده عملوا ايه يا سيدي ولا عملوا ايه؟ ايه اللي عملوه؟ زودوا الكهرباء. هي الدولة كانت قالت مش هنزود كهرباء؟ اطلع على الناس، قول الأي كلام في أي كلام، واستغل بساطة الناس وإمكانيات الناس وحوجة الناس وظروف الناس، وقول الأي كلام في أي كلام. ده خلاصة الوضع الآن في مصر يا جماعة. ما قالت الدولة اسعار المواد الغذائية زادت، ممكن زادت وزير التموين هيعمل ايه ولا ايه؟ الرز زاد زاد، حد يقول لا؟ وبالمناسبة كله جاي وهنا هتزيد تاني وتالت ورابع. ما انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد يا اخويا، انا مدينهم يا حامد، انا عاوز ارتاح تاني. بنزود 4% مش بنزود 14. البلد بتواجه قضايا اهم من 5 جنيه و4 جنيه و12 جنيه. عيب. هتاكلوا مصر يعني هتموتوها يعني؟ والله عيب. لازم الناس تبقى تتحمل عشان بلدها تمشي وتتبني. انا ما عنديش مشكله على فكره ناخد فلوس. الفلوس حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجه في الدنيا. حتى لو الحاجه زادت، ادى الله ده حكمته، هنجيب منين؟ هيقول يا ترى المطلب اللي بيطلب ده ممكن دلوقتي ولا محتاج نستنى عليه شويه. لكن عايز اقول لك ايه، يلا سيبوني ما تعطلش. عجبها. يا رب الكلام بتاعي ما بقاش مؤلم يعني. مصر في موقف صعب قوي قوي، وانا قلت عشان كده كل واحد فينا بيبص من منظور موضوعه مسألته، وبالتالي بيقول لك انا فين؟ طيب ما هو انت فين جوه العين؟ يعني يا عم خلصنا يا عم، انت هتقعد تغني يا عم. انا هقول كلمه للي بيسمعوني كلهم. لو انا عايز ازود المعلم 1000 جنيه عن مرتبه، عايز 15 مليار جنيه في السنه. مين قال لك ان المرتبات عاليه؟ يا ترى ما دام قلنا ان احنا بنتكلم في موضوع زي كده، انا بتكلم على الهوا. هل الباقي مستعد يضحي ويقبل ان الناس دي مرتباتها تزيد وما يقوليش اديني انا كمان؟ لا، في مرتبات عاليه، مرتبات الجيش عاليه، مرتبات القضاء عاليه. تحيا مصر. شكرا. تحيا مصر وتحيا في كل ناحيه الكل قال. تحيا مصر في المصانع، في المزارع، في الجبال. بس انتوا سيبوها تحيا وهي تحيا وتبقى عال.